السلام عليكم. نديرو بريوش الورده اللي يجي محشي بالشوكولا بزاف ساهل. نجيبو في ان بون، نجيبو كاس نتاع الحليب اللي يكون دافي ماشي سخون، نحطو الكاس ومن بعد نزيدو مغرف كبيره نتاع الخميره نتاع الخبز، ومن بعد نزيدو 5 مغارف نتاع السكر، ومن بعد نزيدو حبه نتاع البيض كبيره اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، ومن بعد نزيدو نص مغرف تاع لافاني ولا الماء الزهر، ومن بعد نزيدو اقل من نصف كاس نتاع الزيت، ومن بعد نخلطوهم مليح حتى هذاك الزيت يتجانس ويتجانسوا المقادير مع بعضهم باش من بعد ما يخرج لنا الزيت. نجيبو الفرينة ديالنا ونبقاو نضيفو تدريجيا حتى تولي لنا عجينة طرية وما تلصقش في اليد، ما تيبسوهاش، ضيفوها تدريجيا وفي نفس الوقت غربلو الفرينة ديالكم باش ما ديرلكمش حبيبات في العجينة وتخسرها لكم. ونبقاو نضيفو في الفرينة حتى تطمنا العجينة. حبست ما نديرش بالفوي وراح نكمل نطمها بيدي فقط، نطمها ما نعجنهاش، ما تعجنوهاش لانها ما تحتاجش عجن. ومن بعد نكملو نضيفوها الفرينه، وفي نفس الوقت وانا نضيف الفرينه راح نضيف نص مغرف كبيره نتاع الملح باش ما تجيناش العجينه نتاعنا صامته. وبعد ما ضفت الملح ندخلو مليح في العجينه نتاعنا ونكمل لم العجينه. شوفوا بعد ما لميتها شوفوا كيف تيجي طريه وما تلصقش في اليد. ومن بعد نحطو شويه نتاع الزيت في البول، ومن بعد نغطيوه ونخليوه يخمر. ما راحش تطول بزاف وهي تخمر لنا. بعد ما تخمر وتضاعف الحجم ديالها نجيو نديكازيو العجينه من الاطراف، ومن بعد نزيدو من الوسط ونحيوها من البول باسكو فيه حطينا الزيت من قبل باش تساعدني على البلون دو طرافاي احسن. ومن بعد نجيو نبقاو نديكازيو فيها حتى نحيو هذاك الهواء كامل اللي في وسطها، ومن بعد نجيو ونعجنوها شويه برك حوالي 10 دقائق فقط باش نكوروها. ومن بعد ما كورناها نجيو ونقسموها الى 10 كريات، ما يجيو صغار ما يجيو كبار، ومن بعد نقسموهم مليح الكريات ديالنا متساويين. وبعد ما نقسموهم باش نبداو نشكلو فيهم نديروهم كريات حتى نكملوا العجينه نتاعنا كامل بنفس الطريقه. وهنايا بعد ما لميتهم كامل الكريات شوفوا كيفاه ما كبار ما صغار، نجيو هنايا ونفتحوا الكريه الاولى نتاعنا بالحلال، فتحوها ما تفتحوهاش رقيقه خلاص وماشي خشينه باش من بعد ما تجيكمش معجنه. وبعد نحطوا المارغرين اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، ندهنوا كاع الوجه مليح، دهنوه مليح باش تجيكم الطريه العجينه. ومن بعد ما ندهنوه كامل نجيو نطبقوا الجهه الاولى على الجهه الثانيه، نطبقوها كاع على النص وغلقوها مليح وتاكدوا باللي غلقتوها مليح. ومن بعد ما نغلقوها مليح راهي الطريقه سهله تبان لكم صعيبه وهي سهله خلاص. نجيبوا الشيكو نضيفوها في الاطراف، نحطوها في الطرف الاول، ومن بعد نزيدو في الطرف الثاني، ومن بعد نجيبو من الفوق ونهبطوها من التحت كما راهو باين في الفيديو وراه موضح. وطريقه راهي سهله بزاف التشكيل، تبعوا برك لا فيديو راح تجيكم سهله. بعد ما نشكلوها نغلقوها لبعضها ونبقاو نسقمو فيها حتى تسق منا. يشوفوا الشكل كيفاه يجي راهو باين وراهو ساهل. ومن بعد نجيبو السنين اللي راح ندخلوه باش طيب فيها نحطوا له البابي فيلم، ومن بعد نغطيوها ونخليوها تخمر. بعد ما كملنا شكلناهم كامل بنفس الطريقه. وهنايا بعد ما كانت خمرت وضاعف الحجم ديالهم نجيو هنايا ونجيبو حبه نتاع البيض اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، ندهنو بيه الوجه كامل مليح، دهنوه مليح باش من بعد يحمرنا مليح. وفي نفس الوقت الفرن تاعنا اللي كنا سخناه من قبل سخنوه مليح، ما تحطوش وهي بارده، ما تحطوهاش والفرن تاعكم بارد. ومن بعد ندهنوه مليح مليح، ومن بعد ندخلوه يطيب على من التحت، ومن بعد نزيدو له من الفوق، وتقدروا تزيدوا له من الفوق جلجلان ولا اي حاجه تحبوها ولا تخليوها سامبل. وهنايا بعد ما كانت طابت وجدت بزاف بنينه، جربوها ما راحش تندموا ويبان لكم صعيب التشكيل ديالها، هو بزاف سهل. والى وصفه اخرى ان شاء الله. باي.